كأسطورة سينمائية بدأ شهرته، فقد حاز بطولة الكاراتيه الوطنية 13 مرة، والتحق بصفوف الشرطة المغربية، وصار مدربا للقوات الخاصة بالمعهد الملكي للشرطة، ليلهب مواقع التواصل الاجتماعي بأشرطته الهوليودية من مطاردات لمجرمين مسلحين واستعراض لعضلات ومهارات في الدفاع عن النفس. إنه هشام الملولي، شاب مغربي في 25 من عمره، قاده شغفه بالفنون القتالية إلى صفوف الشرطة المغربية، وجعلت منه مواقع التواصل الاجتماعي نجما يتابعه مئات الآلاف، قبل أن ينتهي به المطاف في السجن، محكوما عليه بسنة نافذة بتهمة تتعلق بالاغتصاب. منذ نعومة أظافره وهشام مولوع بفنون القتال، إذ كان مواظبا على دروس الكاراتيه بواحدة من الصالات الرياضية بالحي الذي يقطنه بمدينة فاس المغربية. وحلم طفولته أن يسير على خطة الأسطورة بروسلي والمقاتل الروسي بوايكا. ولم يكن هشام الملولي وحده المولوع بالفنون القتالية وسط أسرته، إذ أسهم شغف أخته الأكبر منه سنا برياضة الكاراتيه في زيادة عشقها لهذه الرياضة، كما شجعها على المواظبة على التدريب بصالة الحي التي كان يتمرن فيها رفقة أخته. وفي عام 2010 توج الملولي بالرتبة الأولى في رياضة الكاراتيه على مستوى الفرق جهويا، ليحتل في السنة ذاتها الرتبة الثانية في البطولة الوطنية لرياضة الكونغ فو. وتولت ألقاب الملولي الرياضة سنة بعد سنة في رياضات مختلفة، في حين نشط في جمعيات مدنية لمحاربة الإدمان والجريمة وسط أقرانه، إلى جانب متابعة دراسته الجامعية في الحقوق. في حين ولج الملولي مدرسة الشرطة بإفران التابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ضمن فوج 2012 من حراس الأمن، ليتم إدماجه ضمن فرق التدخل السريع، ثم تعين مدربا للقوات النخبة والتدخل السريع والشرطة القضائية في رياضة قتال الشوارع سنة 2014. وخلال هاتين السنتين برز نجمه بين زملائه خلال تدخلات وصفت بالبطولية خلال عمليات ضد مجرمين وعصابات، وبالموازنة مع شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يشارك تسجيلات لتدريباته وبعض تدخلاته الأمنية التي ساهم أداؤها الأمني ومهاراته القتالية في رفع شأنه لدى المسؤولين عن الشؤون الأمنية بالبلاد.